بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أطيب الأنبياء والمرسلين. باسم مجلس إبراهيم الدوي وأخواني وعائلتي الكرام، يسعدني أن أرحب فيكم أجمل ترحيب في هذه الأمسية، وأرحب بسعادة سفير دولة فلسطين في مملكة البحرين الأستاذ عارف يوسف صالح، اللي بالمناسبة هذه طبعا بعد أن قدم أوراقه لوزير الخارجية أول فعالية اجتماعية على مستوى البحرين يحضرها، فله كل التحية والتقدير على اختيار مدينة المحرق لتكون فاتحة خير له في عمله في البحرين. أنا الحقيقة يعني بناء على طلب من الأخ العزيز أبو أحمد، طلب مني أن أكون عريف الحفل، وأنتم يمكن أغلب الموجودين يدرون أنه أنا في الرياضة أكثر من أمور أخرى، لكن لمعزة فلسطين في قلبي ومعزتنا كلنا لها قلت ما علي بتجاوب وياكم، وإن شاء الله ما أكون ضيف ثقيل عليكم. الحقيقة أن معالي السفير من الناس اللي يمكن أول مرة في البحرين إذا لم تخني الذاكرة، لكن على المستوى الرسمي اليوم احنا يسعدنا أن نرحب فيه أجمل ترحيب، ونتمنى له في أول أمسية أن يكون بداية لطريق طويل وشاق، لكن ما بيكون شاق في البحرين لأن الكل له معزة ومكانة عندنا هني لفلسطين الحبيبة. إن العلاقة الوطيدة اللي تربط ما بين الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم واللي هو محاض تدخلنا اليوم مع سعادة السفير علاقة طويلة، وأنا شخصيا من الناس يعني اللي لي علاقة طيبة مع الفريق اللي هو جبريل الرجوب، اللي يتمتع بشخصية كبيرة جدا على مستوى فلسطين على المستوى العالمي والعربي والآسيوي. فهو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس اتحاد كرة القدم. فهو شخصية من الشخصيات اللي حمل لواء المقاومة الفلسطينية من بوابة الرياضة، ولفت نظر العالم العربي والدولي إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه الكاملة في دولته المستقلة، فلهم كل التحية والتقدير. احنا الحقيقة بهالمناسبة هذه يعني يمكن تكاد تكون مقتصرة، لكن حرصنا أن تكون شاملة للكل، وسعدنا بوجود عدد من الإخوان الأعزاء من مجلس النواب والشورى أو من الأخوات الكرام اللي حاضرين، فلكم جميعا كل التحية والتقدير. أود أن أشيد بما قدمه المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في تصفيات كأس العالم الأخيرة رغم الظروف اللي الكل يعرفه، لكن ما يثلج الصدر حقيقة أن المنتخب الفلسطيني تعادل مع متصدر البطولة وأول متأهلين له منتخب كوريا الجنوبية مرتين، وهذه ما عجزت عنه الفرق الأخرى، فهذه يحسب للمنتخب الفلسطيني. إضافة لذلك أن الفريق فاز على العراق 2-1 وفاز على الكويت 2-0 وتعادل معهم مباراة ثانية. فالحقيقة المنتخب يعني حقق نتائج طيبة، وهذا يدعو للفخر والاعتزاز من جانبنا ومن جانبكم جميعا. طبعا بهالمناسبة كي كلمة للأخ العزيز إبراهيم الدوي صاحب المجلس، فليتفضل في إلقائه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسمكم جميعا وباسم أخواننا الرواد الكرام نقدم أجمل تحية والاستقبال لسعادة السفير كأول زيارة له في المجالس الأهلية، وبالذات حبب أن يكون مجلس الدوي هو أول لقاء مع الأهالي في مملكة البحرين، وهذا طبعا لنا الشرف
الكبير أن يزورنا سعادة السفير في هذه الليلة المباركة، واحنا طبعا سعداء بوجوده ونرحب به أجمل ترحيب، وإن شاء الله تكون أمسية سعيدة للجميع. وبارك الله فيكم، وإن شاء الله ننتظر منكم أي مداخلات تجدونها في هذه الأمسية، فسعادة السفير على رحب الصدر للاستماع لكم، وشكرا جزيلا سعادة. والكلمة الآن لسعادة السفير، فليتفضل مشكورا. لي الشرف الكبير أني أكون بين أهلي وبين ربعي في هذا المجلس العامر، وأنا بشكر الأخ الكبير إبراهيم الدوي عميد العائلة، وبشكر الرواد الكرام إنهم أتاحوا لي هذا اللقاء. وهذا فعلا زي ما تفضلوا الإخوان هو أول لقاء لي في البحرين. البحرين يعني أنا بدي أحكي من القلب للقلب، ما بدي أحكي بلغة الدبلوماسية والسفارات. يعني أي كلمة التقيت فيها مع أي واحد من الإخوان في الجالية الفلسطينية هون إنه راح ترتاح، راح تكون مطمئن، أهلنا في البحرين طيبين. وأنا هذا ما لمسته في اللقاءات البسيطة يعني في بدايتي من أهلنا في البحرين. والبحرين كل الشكر والتقدير لجلالة الملك البحرين ولحكومة البحرين ولشعب البحرين للدعم اللي بيقدموه لفلسطين منذ البدايات. فلسطين الآن اللي تذبح من الوريد للوريد، وأهلنا في غزة يحرقوا ويجوعوا، وبالضفة الغربية التدمير وهناك الحواجز والقتل اليومي. وبعتقد يعني انه كل واحد فينا بيعتصر ألم لما يشوف المناظر اللي بنشوفها كل يوم وكل لحظة من هذا الاحتلال المجرم اللي ما بيفرق بين الطفل وبين الشاب وبين الشيخ. وما بعتقدش انه في هذا العصر الحديث وصلنا لمرحلة التجويع انه طفل واطفال يموتوا من الجوع، انه اكثر من 1000 شهيد وقعوا شهداء هم رايحين يجيبوا كيس طحين لاولادهم، انه المستشفيات تدمر، انه اللي في الحضانات الاطفال تقتل. فاحنا بنواجه عدو مجرم، لكن دائما بنقول احنا في فلسطين الامل بالله، واحنا صامدين وصابرين حتى نحقق الدولة المستقلة ان شاء الله وعاصمتها القدس. وان شاء الله انه بتزورونا في القدس الشريف وبنصلي سوية بالقدس الشريف. انا ما بدي اطيل عليكم. البحرين هي بلد شقيق وبلد عزيز علينا، واهل البحرين اشقاء واعزاء علينا، وكل فرد في فلسطين بيعتز بهذه العلاقة التاريخية وبيعتز بالمواقف اللي قدمتها البحرين لفلسطين. وبالتالي ان شاء الله احنا خلال وجودنا في البحرين راح نعمل على انه نقوي هاي الاواصر المحبة والتعاون بين البلدين بما يخدم البحرين وفلسطين. وانا بعرف انه فلسطين في قلب كل انسان بحريني، وعايشي معاه وعايشي فيه، وبعرف انه كل انسان بحريني بيتمنى التحرير لفلسطين. لكن ان شاء الله انه الامل بالله قريب وتتحرر فلسطين. انا بنقل لكم تحيات سيد الرئيس وتحيات القيادة الفلسطينية، وبالاخص الفريق ابو رامي جبريل الرجوب اللي فعلا زي ما تفضل اخونا نقل القرى الفلسطينية الى مرحلة متقدمة، رغم انتم بتعرفوا انه احنا بفلسطين محاصرين. وهذا الفريق الفلسطيني مكون من عدة دول، يعني بتلاقي انسان فلسطيني بالسويد، واحد من يمكن بمصر، انسان بفلسطين في غزة، انسان بالضفة، يعني موزعين. وبالتالي حتى الاحتلال قتل فينا كل شيء، ورغم كل التحديات الا انه اثبتوا انه هاي السنة بخاصة انهم تقدموا في المباريات ونجحوا وسجلوا يعني موقع متقدم. فتحياتي لكم جميعا، تحياتي لهذا المجلس العامر،
وإن شاء الله نبقى على اتصال وتواصل. وأشكر أخي العزيز إبراهيم الدوي على استقباله إلنا، وإن شاء الله نلتقي دائما بالمسرات وبالخير، وأتمنى السلام والأمن والأمان لبحرين الحبيبة، وشكرا لكم. الأمسية الليلة هذه حاولنا أن تكون رياضية أكثر من أي شيء ثاني، لكن حب فلسطين في قلوبنا كلنا ما يمنع أن نعطي جزء منها أيضا للحديث. وأشكر سعادة السفير على كلمته البسيطة والرائعة، وكما أشرت وأصر عليه أن شاء الله يجيت المحرق اليوم ستكون فاتحة خير له في جميع المجالات في بلده الثاني البحرين إن شاء الله. الكلمة الآن للأخ رامي رشيد منسق الجالية الفلسطينية في البحرين، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كثير من الحضور متفاجئين انه نتكلم عن كرة القدم اليوم. اللي صار بس ما بياخذ كثير من وقتكم. من شهرين كان عندنا ندوة للمؤرخ الفلسطيني الدكتور أحمد الدبش في هذا المجلس العامر، وكانت عن التوراة والتلمود. كانت ندوة رائعة استمتع بها الجميع وكانت ثرية وغنية. في آخر الندوة تجولنا في المتحف الرياضي للأخ الكبير إبراهيم الدوي، ونحن نتجول في المتحف لم نرى شيء عن فلسطين. فقلت له يعني في شيء لفلسطين؟ قال والله بتشرف بس ما عندي. قلنا له خلاص. التقطنا الضوء، نحن أبناء الجالية الفلسطينية التقطنا الضوء وتحدثنا مع فلسطين، وتوصلنا عن طريق الأخ اللواء جبريل الرجوب للأخ فراس أبو هلال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الذي مشكورا بعث لنا هدايا لتزين هذا المتحف وليزينها هذا المتحف إن شاء الله. وفي الحديث عن الرياضة في فلسطين، نحن في صراع دائم مع العدو الصهيوني. حتى في الرياضة نحن ندحض ونقوض سرديته التي بنيت على مقولة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. أول فريق كرة قدم تشكل في فلسطين كان عام 1908. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تأسس 1928 قبل 20 سنة من قيام الكيان الغاصب. فلسطين شاركت في تصفيات كأس العالم 1934 التي أقيمت في إيطاليا، وشاركت في تصفيات كأس العالم 1938 التي أقيمت في فرنسا. فنحن أقدم منهم، تاريخ فلسطين أقدم منهم وأعرق منهم. في هذه المناسبة من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في هذه المناسبة نشكر الشهيد الشيخ فهد الأحمد جابر الصباح، ونشكر فيصل بن فهد المرحوم فيصل بن فهد، ونشكر عيسى بن راشد الشيخ عيسى بن راشد لدورهم الكبير الذي لا ينكر في وصول فلسطين والاتحادات الفلسطينية للجان الأولمبية الدولية وللمنظمات الدولية الرياضية. وفي هذه المناسبة نود أن يتشرف سعادة سفير دولة فلسطين بإهداء الهدايا إلى الأخ الكبير الحكم الدولي إبراهيم الدوي. سيقوم شباب الجالية بجلب الهدايا الآن والتذكارات. نبدأ بالشعار أبو عبد الله، بالشعار قد وصيناهم عليها. شعار الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. هاي كرة القدم الرسمية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم التي تقام فيها مباريات المحلية. الفانيلات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، هاي البيضاء اعتقد هي الفانيلا الرديفة.
إيه. والحمراء هي الفانيلا الرسمية الأصلية يعني. يعطيكم ألف عافية. نخلي حد يشارك شيء. شكرا لكم جميعا. عندنا أخ عزيز علينا من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، الشاعر الدكتور صلاح السلمان، أبى أن يشارك في هذه الاحتفالية، فالميكروفون عندك دكتور. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أنا من المنطقة الشرقية ولكني بحريني، وبعد سنين طويلة صرت بحريني، وأنا من المحرق. حتى لا أخذ الوقت، بدل ما أرحب فيكم واحد واحد والبروتوكول المعروف، فببتدي ببيتين شعر. أول شيء للسفير، وأقول له: يا عارف جيت مجلس الدوي مشتاق، ولا الحظ جابك أبرك الحجزات، جيتك الثمينة وصاني ابو شقره، وانا حافظ وصاتك ورضاكم، والله ما لنا في حيله. وبيت اهديه للجميع، واعتقد انه هو الزبده. اقول: اغلى الذهب في سوق لندن وباريس، واغلى البشر انتو تسمعون قصيدي. هذه قصيده في غزة وأنا مع الأحداث، ولكن شكوى الله. أقول: يا معدن الخسة من تقاتل، وفوق من تساقط القنابل. يا معدن الخسة لن يثني عزيمتنا علج، وسيبقى أطفال غزة حتى الموت يقاتل. ونساء غزة قد أوصت حفيداتها بأن غزة كتبت في بطون الحوامل، والمرضعات يرضعن أطفالهن دما وبارودا يفجر بني صهيون ويزلزل. احسموها في الخنادق لا الفنادق، وهذا لك البيت يا السفير. احسموها في الخنادق لا الفنادق، فالفنادق تحسم فيها كؤوس وأنامل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فالنصر آت عاجلا أم آجل. لله در كتائب القسام، ما أشد سواعدكم. ونساؤكم مصانع وفي بطونهن قوافل، فتلك ربوع غزة بالدم الفوار تغتسل، وتلك جماجم الأطفال تسحق وهي تبتهل. ورأس الشعب مرتفع وبذل الموج متصل، فما ذل الإباء بهم وما احتفى بهم فشلوا أو فاشلوا. سلامتكم. ونشكر سعادة السفير أستاذ عارف على ما قدمه لنا من معلومات، وكل من حاول المداخلة لكم كل الشكر والتقدير. وإن شاء الله نلتقي على الخير في هذا المجلس العامر، والصدر مفتوح لكل أبناء البحرين والجاليات العربية والمقيمين في مملكة البحرين أو من خارجها، فلهم جميعا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرفت اليوم بزيارة ديوان عائلة الدوي وعميدهم الأخ إبراهيم الدوي، وزرنا هذا المتحف القيم الذي يحمل الكثير من تاريخه المشرف في الرياضة، وقدمنا لهم الزي الرسمي الفلسطيني وكرة القدم الفلسطينية لتكون حاضرة فلسطين بهذا المتحف كما هي حاضرة في قلب كل إنسان بحريني في البحرين. وسعدنا بلقائهم، وكان لقاء جمعنا مع عدد من الإخوة في البحرين، وكان اللقاء مثمر، وإن شاء الله نستمر في هذه اللقاءات.
كانت أول زيارة لسعادتك لأول مجلس في البحرين في المحرة، لما تمثله المحرة من رمزية في لدى الشعب البحريني. نعم، هي أول زيارة أنا بقوم فيها للمجالس في البحرين الحبيبة، وأول زيارة كانت للمحرة لما له من أهمية واعتبار كبير، وإن شاء الله سأزور باقي المجالس في البحرين. طبعا احنا سعداء بزيارة سعادة السفير لنا في هذه الأمسية، وسعدنا كثيرا بهذا اللقاء. وهذا يعني سعادة السفير يبين عليه أنه من كبار الرياضيين والمحبين للرياضة، ما دام زارنا في هذا المتحف الليلة طبعا واطلع على ما احتواه هذا المتحف وانبسط انبساط كبير. وما قصروا الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قدمنا لنا الهدايا التذكارية، قميص المنتخب للذكرى في هذا المتحف، الكرة الفلسطينية طبعا بتكون بارز إن شاء الله في هذا المتحف. وإحنا سعداء بهذا اللقاء الجيد، ونرجو أن يتكرر هذا اللقاء في المستقبل. شكرا.